كده الاهلي هيخش ماتش المصري بمعنويات ضعيفه، فيطلع من الماتش المصري اللي هيبقى صعب جدا واللي مطالب فيه بنتيجه على بطوله السوبر المصري بمعنوياته يعني واعصاب مشدوده. وده كله ليه؟ انا مش عارف. يعني احنا خسرنا نقطتين كده من لا شيء. انت نزلت من على ترتيب جدول الدوري من لا شيء، حطيت نفسك في موقف مش حلو خالص بلا داعي، واديت فرصه لانديه ان هي تبقى متصدره وانديه تانية هتقرب منك زي الزمالك. فرق نقطه كده لو كسب ماتش النهارده الدنيا هتبقى بايظه معاك والدنيا هتبقى قريبه جدا جدا جدا، وحاطط نفسك في موقف لا يرثى له بصراحه. اهلي في 4 ماتشات، اخر 4 ماتشات للنادي الاهلي 1-0 مع ايجل نوار هناك، 1-0 مع ايجل نوار هنا، 2-1 مع الاتحاد السكندري، وامبارح 1-1 مع بتروجيت. 4 ماتشات بعدد ساعات لعب تقريبا 6 ساعات. 6 ساعات لعب كوره جاي فيهم 5 أهداف. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ضعيف هجوميا. ملهاش معنى كده. لما 6 ساعات لعب يتجاب فيهم 5 أهداف يبقى انت ضعيف هجوميا.